يوسف حسام أبو جديد في آخر سنة إن شاء الله في كلية حاسبات والذكاء الصناعي. النضارة كانت بتوقفني عند حتت معينة إن أنا ما أقدرش أحس إن أنا زي بقية زمايلي. جيت المستشفى ليا عيون وجيت تبع الدكتور هشام، كنت متوقع طبعا العملية صعبة هتاخد وقت، مجرد 10 دقايق للعين دي وللعين دي. يوم عن يوم بقيت يعني ألاحظ إن أنا بقيت شايف التفاصيل موجودة إزاي، بقيت خلاص نعمة كبيرة. فعلا فعلا الناس المبصرين أو مش بيلبسوا نضارة عندهم النعمة دي لكن مش حاسين بيها. احنا اللي حسينا بيها قوي. اختار الدكتور بعناية، اختار المستشفى بعناية، حتى لو كان مبلغ عالي، بس قدام المبلغ ده انت بتضمن انه حاجة هتكون ان شاء الله تعملها مفيش اي عواقب بعدين. انا اسمي منى شريف. انا بقالي كتير قوي لابسه النضاره، نظري قعد يقل لغايه ما عادش بشوف من غيرها خالص. وجيت عند الدكتور هشام عملت الفيمتو ليزك، والحقيقه ان انا كنت مرتاحه جدا، ان النتيجه كانت مرضيه جدا بالنسبه لي بعد العمليه. استاذ امل، عملنا عمليه تضحيه بصرف الليزر فيمتو ليزك من اسبوع. وأنا أصلا برا البيت ما بحط النظارة، وكانت مضايقة يعني بس وقت القراءة ووقت يعني الشغلات بس اللي فيها تدقيق شوي بالنظر بحطها بس. فعملتها لبعد سنة والحمد لله نجحت، وكنت بفعل التوتر وهيك كنت خايفة وقلقانة، بس الحمد لله مع الدكتور الحمد لله استفدت كتير، يعني الحمد لله حسيت بفرق كتير كبير، بس الحمد لله ما في ولا وجع ولا أي شيء، حتى بعد العملية ما كان في كتير وجع. أنا اسمي مودة من ليبيا، عندي 21 سنة. من غير نضارة ما أشوفش حاجة، برضو بالنضارة كان في إزعاج، كان في وجع. جميل. احنا عملنا عملية تصحيح البصر بالفيمتو ليزر تفصيلي. عملية حلوة معاك وسهلة، ما حسيتش بالعملية خالص، كانت إيدك خفيفة، كان النظر واضح من أول ما طلعت من العملية، كاني مش عاملة عملية، يعني كان عيون طبيعية.